مساكم الله بالخير جميعا. انا شفت الهاشتاج ومن جد في البدايه كنت اقول يا اخي الموضوع عنصري، بس لما فكرت في الموضوع من جد الموضوع مو بعنصري ابد. الموضوع مو بعنصري ابد، الموضوع قهر وصراحه القدر الالم. نسبه كبيره من العرب اللي نعطيهم خيراتنا ونعطيهم وظائف ما يحلمون فيها في ديارهم، يخونوننا ويسبوننا ويهينوننا ويطلعون لديارهم قمه التسفيل فينا. يا عالم انا جيت امريكا والله العظيم اللي في امريكا 4 سنوات اسوأ معامله شفتها من العرب. يعني استغفر الله، درس الملك عبد الله يوم توفى في صلاه الجمعه في المسجد نفسه وقدام نسبه كبيره من السعوديين الامام يقول الامام قاعد يسب في الملك عبد الله. يا عالم احنا نستهبل احنا ولا ايش؟ والله العظيم الموضوع من جد يقهر. وهذول طال عمرك الاجانب قاعدين نقول اوه والله عنصريه، لا السعوديه السعوديه الكل. لا يا عمي، لا يا عمي، انت غلطان. السعوديه للسعوديين، والبلد ما راح يطوره اجنبي يستلم 20,000 ويرجع. البلد راح يطوره انا وانت السعوديين. الاجنبي يستلم فلوس ويمشي. اذا الاجنبي مؤهل مرحبا ومسهلا، اذا الاجنبي ما هو مؤهل او في سعودي مؤهل نفس التاهيل، لا الاجنبي ما له مكان. انا اتحدى الناس اللي تقول عنصريه تطلع تلقى لها وظيفه في لبنان او مصر او العراق. اتحداهم تحدي. يعني من جد اقسم بالله العظيم الموضوع قهر، الموضوع غبن. الواحد يجي يتغرب في امريكا قاعد سنين يدرس هنا يرجع يقعد عاطل. ليش؟ لان طوني ماخذ وظيفته. يا عالم صحصحوا شوي، من جد غبن، قسم بالله العظيم انه قهر.